طول عمري وانا شايفه نفسي قويه، معرفش ليه، ومش عاجبني اي حاجه، حتى جوزي اللي مخلفه منه صبيان وبنات وكبار على وش جواز مش عاجبني، ملوش في اي حاجه، ضعيف الشخصيه، حتى في العلاقه ما بيعرفش فيها، فعلا ما بيعرفش، كانه كده يعني بيعمل الواجب، بياكل لقمه وينام، هو كده من ساعه ما اتجوزته وهو كده، كل شويه بقول هيتغير مش هيتغير زي ما هو، زي ما تقولوا كده ما عدتش بهتم بيه، هو كمان ما عادش بيهتم بيا، ضعيف الشخصية لدرجة انه كان بيسمع عليا كلام، ما انا ما اقولكوش انا بصراحة كنت لونة كده زي ما بيقولوا، يعني بدي فرصة او اي حد عايز ياخد معايا سكة كنت بديهم السكة ديت على طول، ما كنتش بقول لا لاي حد، وخصوصا كمان زي ما قلت لكم هو ضعيف الشخصية، هو ما بيشتغلش، يعني يوم و10 لا، اكيد بيسمع كلام عليا بس هو ما بيحاولش يصدق ولا عايز يصدق، ويوم يعني ما حد بيتكلم كان يقول انا ما شفتش ده بعينيا، ولو شفت ده بعينيا ده انا هعمل واسوي وهجيب لها مش عارفه مين وابلغ عنها وحاجات من دي كتير، تحسوا كده ان هو سبع البرومبا، لكن هو زي القطه بالظبط، بيتكلم انا اللي بصرف عليه وشايله البيت، شايله البيت وشايله الولاد وشايله وعامله كل حاجه، انا كمان حركه يعني ما بعرفش اقعد، بحب اطلع القرش ما اجيب بضاعه ابيعها، ابيع اونلاين كده، عشان مين اللي هيشيل، انا اللي شايله كل حاجه، زي ما قلت لكم هو مالوش في اي حاجه، حتى في الشغل مش عارف يشيل البيت، وكان في واحد يعني كان بيحاول او يعني هو بيساعدني وولد كويس جدا، كان صاحب ابني بيشتغل برضو في البضاعه، بتجيب بضاعه، والواد برضو معتمد على نفسه، كان دايما بيساعدني، يروح يجيب معايا من اماكن بتاعه الحاجات اللي بالجمله، يشيل معايا ويحط معايا ويسوق معايا، بصراحه الولد كان بيساعدني بطريقه كويسه جدا، يعني انا حسيت ان الولد ده راجل يعني ارجل من جوزي بصراحه، وفي مره كنا بنعمل شغل مع بعض وجايين من سفر وجايبين بضاعه كتير، عزم ان احنا يعني نقعد في مكان وناكل وكده، وفعلا قعدنا في المكان ده واكلنا واتبسطنا، أخدنا على بعض جدا لدرجة ان هو يعني عارف ان انا سكتي مفتوحة لأي حد، هو باين عليا من طريقتي ومن دلعي ومن حلاوتي، ما انا كمان حلوة ومش باين عليا السن، طلب مني ان احنا نتقابل، بس تاني يوم عايز يوريني يعني ايه شقة واحد صاحبه عايز يشتريها وكده عشان يتجوز فيها، طبعا انا فهمت ولا شقة صاحبه هيتجوز فيها ولا الكلام ده ولا يشتريها، انا فهمت اللي هو عايزه، خصوصا بعد الغدوة والقعدة والكلمتين الرقيق السخنين اللي قلناهم لبعض، ما قلتش لا ولا اتمنعت ولا الكلام ده، قلت له طيب عايزني الساعة كام وانا يلك، وفعلا رحت، وطبعا حصل اللي حصل، بقينا بنتقابل في الشقة ديت كل يوم، الولد بصراحة دخل مزاجي، ولد شاب وصغير صحته كويسة، عوضني عن جوزي وعن القرف اللي انا شايفاه معاه، وانا بقى عرفت ان انا او حسيت ان انا متجوزة، ده حرام وده حلال، ما كنت مغيبة عن الوعي تماما، كان كل همي ان انا اشبع رغبتي في الموضوع ده، وزي ما تقولوا كده انتقم من جوزي ان هو ملوش ولا بيحس بيا، كنت بتقابل معاه كذا مرة في الأسبوع، كنت مبسوطة جدا، رجعت شباب لدرجة إن عيالي شافوا عليا التغيير وكانوا دايما بيسألوني يقولوا لي في إيه، كانوا حاسين إن في حاجة، بس طبعا أمهم ما قدروش يقولوا ولا يقولوا حاجة يعني، لحد ما في يوم من الأيام لقيت ابني الكبير جاي بيوريني صور وفيديوهات موجودة على مواقع، قال لي اتفضلي يا هانم، قلت له هانم انت مش عارف انت بتكلم امك بتكلمها ازاي، قال لي الصور دي مبعوثة من رقم وبيقول ان الموقع منزل الصور والفيديوهات دي بتاعتي، طبعا التصوير كان من بعيد ما كانش وشه واضح، طبعا انا فهمت ان صاحب ابني هو اللي عمل فيا كده، صور كل مقابلاتنا وكل اللي كان بيحصل ما بيني وما بينه، وكان بيبيعها على المواقع زي كده، طبعا فهمت وعرفت، بس ما كنتش عارفه اخرج من الورطه دي، وجوزي زي ما تقولوا ولا هو هنا ملوش دعوه باي حاجه، طبعا زعقت وقلبت الترابيزه عليهم، وانا طبعا عارفه ان انا بس هعمل ايه، قلت لهم لا طبعا دي مش صور، الصور دي مفبركه، ده انا هودي في داهيه، ده انا هعمل واسوي، طبعا ولادي كبار مش صغيرين يعني فاهمين، بس زي ما تقولوا كده مش قادرين يصدقوا على امهم الحاجات اللي هم شافوها عليا، بقيت هتجنن، معقوله يعمل فيا انا كده، ومن ساعتها ما شفتش وشه، من ساعتها وابني اتخانق معاه لانه طبعا عرف ان هو شكله، قلت له لا طبعا مش انا،
المهم الموضوع عدى، بس زي ما تقولوا كده يعني عدى، وكل واحد مش مقتنع باللي هو عمله، ولا ولادي مقتنعين، بس هيعملوا ايه؟ امهم ولا يقدروا يصدقوا عنها حاجة ولا يقدروا يعملوا حاجة. بعدها بفترة بدأت اقول خلاص ان ابتاز بقى ونقعد واحمد وكده، لا ما وقفتش لحد كده، ما انا ده باروت زي ما قلت لكم، ومش عاجبني اي حاجة وما بيعجبنيش العجب. جه عريستي بنتي، كانت اول فرحتي. في الاول الولد ده ما عجبنيش، حسيته كده ولد يعني شديد شويه وطريقته ما عجبتنيش، لكن بنتي كانت متمسكه بيه. من هنا لهنا الولد بصراحه حسيته انه ولد ظريف. بعد ما قعدنا نتكلم وكده، بقى انا طبعا اللي بتكلم في كل حاجه، زي ما قلت لكم جوزي ملوش في اي حاجه، حتى في الطلبات والقعده بتاعت اللي هو هيجيب ايه واحنا هنجيب ايه، انا اللي كنت بتكلم. اخدت عليه وهو اخد عليا، وكنت بستنى في اليوم اللي بيجي فيه لبنتي عشان يقعد معاها. قبل ما بنتي تتزوق وتخلص كنت انا ببقى قاعده معاه بتاع نص ساعه كده، اخدنا على بعض، وكلامه الحلو كمان دوبني. كان يقعد يقول لي معقوله انت مامتها؟ طب والله لو انت صغيره شويه انا ما كنت ستك، كنت اتجوزتك انت. بصراحه انت احلى منها بكتير، ما تزعليش مني، انا حاسه ان هي بارده، لكن انت حاجه تانية خالص. انا احساسي ما يخيبش. الواد عجبني وكلامه كمان عجبني، هو انا ناقصه؟ كفايه اللي عدى. لا، الشيطان لعب في دماغي تاني مره بدات يعني مخي يودي ويجيب. ده خطيب بنتي، وايه يعني؟ ايه يعني الواد حلو بيقول لي كلام حلو؟ الواد بصراحه بلفني كده زي ما بيقولوا بكلامه كل شويه. انا بصراحه حماتي معجب بيكي من قبل ما تيجي اقول له انت بتقول ايه. طبعا واحده زي اي واحد يتكلم معاه هيفهم سكتها، وده كان شكله لافف ودايب وعارف من كلامي انا ايه ونظامي ايه، وطلب مني ان احنا نتقابل. قلت له لا طبعا، ده يمكن، ده انت خلاص هتتجوز بنتي. قال لي بس انا نفسي فيكي، لو ما حققتليش الرهبه دي انا متجوزه عشانك، انا ممكن اسيبها. قلت له تسيبها؟ ده مش عارف انت لو سبتها بنتي ممكن تعمل ايه، بنتي بتحبك لدرجه كبيره متمسكه بيك. قال لي خلاص انا عايز اعمل حاجه زي كده معاكي، نفسي اجرب. وفعلا الواد من كلامه وحلاوته خلاني بقيت معاه، وعملت معاه اللي هو عايزه. كنت مبسوطه جدا، وقلت له ده انت هتبسط بنتي، بس بالراحه عليها لان انت جامد قوي. الولد كان مبسوط وقال لي يا ريتك انت اللي كنت مراتي. وبنتي اتجوزته، وبقى خلاص مانيش حجه ان انا ما قبلوش، بقى السكه مفتوحه اكتر واكتر. طلع شقه بنتي، نزل من شقه بنتي، وبقيت بروح في اوقات كتيره جدا بحجه ان انا بروح اساعدها على اساس يعني لسه عروسه جديده وكده، واي فرصه تجمعنا لوحدينا وهي مش موجوده كان بيحصل اللي كان بيحصل. ما كنتش عاتقه حتى في اول جوازها، هو ما كانش بصراحه بيمكر، كان دايما قريبني انا، وكان دايما كلمته ان هو ممكن يطلقها، هو ما بيحبهاش، بيحبني انا. قال يعني انا بعمل كده عشان خاطر بنتي ما تتطلقش. وفضلنا على الحال ده فتره كبيره، ماليش حجه وطالعه ونازله محدش بيشك فيا. وفي مره من المرات بنتي زي ما تقولوا كده شكت، ما اعرفش شكت ازاي، عمل حركه ولا حاجه قدامها انا ما اعرفش، عملت نفسها ان هي نازله تجيب حاجه ما هتتاخر، وان الحاجه دي في حته بعيده. طبعا الفرصه قدامنا وهو ما فيش، مجرد ما قفلت الباب من هنا وانا وهو ما كدبناش خبر، وعلى طول مع بعض في اوضه النوم. وببص مفيش، واحنا مش داريين بروحنا، ولقيت بنتي واقفه فوق دماغنا وعماله تصرخ وماسكه السكينه وعايزه تخلص علينا وتصرخ. انا زي ما تقولوا كده اتمسمرت في مكاني، ولا عارفه اعمل حاجه ولا عارفه الم نفسي، وهي ماسكه التليفون وبتصورنا وتقول انا هموتكم دلوقتي، انا من زمان وانا شاكه فيكي لكن دلوقتي انا اتاكدت. اتصلت باخواتها وهي فاتحه السبيكر عشان يجوا كل ده، وهي عماله تصور. واخواتها جم للاسف نسوا بقى ان انا امهم، طبعا انا طبعا مش امهم. قالوا ايه انت مش امنا، لا يمكن انت مش بتكوني امنا ابدا، انت مش ام، ولا انت امنا ولا احنا ولادك. وفضلوا يضربوا فيا وبلغوا عني ونزلوني من بيتها بالمنايه. اتفضحت كأني خدت ضربة على دماغي، وفقت من اللي انا كنت بعمله، فقت ان انا ام وزوجة، ان ازاي اعمل كده في بنتي، وازاي اعمل كده في نفسي وفي زوجي حتى لو هما بنوش في اي حاجة. وندمت، بس الندم بعد قد ايه؟ الغلط ده
عمره ما يتصلح ابدا. الغلط ده يفضل عار عليا او فيا طول العمر لحد ما اموت.